شكرا للفنان احمد زاهر، شكرا لكل فريق اللعبه، وقلبت بجد. اللعبه اتحذفت بجد. روبلوكس اتحذفت خلاص وما عادش بتفتح اصلا مع مستخدمينها في مصر. الجهاز القومي وعد ونفذ، وعقبال كل موقع وكل لعبه وكل ابليكيشن بيبثوا في عقول اطفالنا رسائل مسمومه هدفها دمار اجيال باكملها. وسبب إغلاق اللعبة طبعا كلنا عارفين إنه مش سبب واحد، دول أسباب كتير. أولا اللعبة دي بتدعم المساكنة وبتدعم كل الأفكار اللي بعيدة كل البعد عن قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا كمجتمعات عربية. ثانيا بقى الرسائل والرموز الخبيثة اللي راشقة في اللعبة بشكل مباشر وغير مباشر. اللعبة قلبت بجد كان من أكبر أسباب إغلاق اللعبة دي، وكان هدف المسلسل وحققه قبل ما تنتهي حلقات. ومن أجل ذلك دعمت المسلسل ده مرة واتنين وتلاتة، وبدعمه تاني دلوقتي عشان ده كان عمل هادف وقوي. وأستاذ أحمد زاهر والفريق الجميل اللي معاه من الأطفال أبدعوا في تقديم رسالة. في النهاية حابب أشكر الفنان أحمد زاهر على دعمه ليا في الفيديوهات اللي اتكلمت فيها عن اللعبة، وحابب طبعا أشكر كل شخص ساهم في أي فيديو أو أي حاجة ساهمت في توصيل رسالة اللعبة. وأتمنى إن كل رسالة ممكن تفيد المجتمع توصل بنفس السرعة وتتنفذ بنفس السرعة. وفي النهاية ما تنساش تعمل فولو لايك وشير وتمنشن لمدمنين روبلوكس وتقول لهم البقاء لله. وأخيرا صلى على النبي.